كيفاش تجاوب على الاسئله ديال الامتحان بطريقه اللي سهله واخا ما تكونش ديجا مراجعه. سلام. صراحه ما كنت غندير هذا الفيديو ولكن وصلوني بزاف الميساجات في الانستغرام طلبوني شي تلامذ على وديت قال يا استاذه راه ما بقى والو الاكزام 3 ايام مازال ما مراجعينش مازال ما عرفناش باش نبداو باش هذا باش كلشي، فقررت نديرو ان شاء الله. نتمنى يفيدكم بزاف ولو واحد فيكم غيستافد منكم كاملين. I will be so proud. أنكم فرحانة بزاف وفخورة بكم. غادي نمشي معكم دقة بدقة، بما أنه حاليا ما عندناش الوقت ما غاديش نوريكم كيفاش تراجع حيتاش obviously مبقاش الوقت، ولكن كيفاش تجاوب على الأسئلة ديال الامتحان بطريقة اللي سهلة واخا ما تكونش ديجا مراجعة. اوكي، غنقول لكم شي طرق اللي استخدمتهم داك العام. واحد البنية كانت جات عندي كانت سقطت بسبب الانجليش في الوطني، ومن بعد كنت كندير لها دروس دعم تقريبا درت لها حصه وحده ونجحت بسبب الانجليش في الاستدراكيه من بعد. فاللي بغيت نقول لكم بليز اي نقطه راه زايده فيكم ما تقولش نو الفلسفه ماشي مشكل هذا وتبقى تضرب الحساب على 10 خاصك تضرب على 12 باش تكالي شويه ماشي ضارب لي حساب على 10 باغي تعادل تصدق في شي حاجه. بليز بي سمارت. المهم غادي نوريكم الطريقه اللي خدمت معاها باش انا كان تاعي عندها تقريبا الاكزام 3 ايام باقي لها وقدرت تجيب مزيان وتنجح. بالمناسبه هادشي راه درت عليه سلسله في انستغرام، سلسله باك بلا نقله، تتفرج فيه كامل حيت فيه ديتيلز كثر من هنايا، ولكن غنكمل معكم مهم دقه بدقه من هنايا. بالنسبه لي اول واحد جا مرحبا. اوكي، نبداو اول حاجه مثلا عندنا reading. هي اول حاجه كيعطيوك تقريبا فيها 15 نقطه، كتكون 15 نقطه على الريدين اللي هو النص، 15 نقطه ديال الجرامر و10 نقاط ديال الرايتين، يعني كل شيء في المجمل 40. الا استخدمتي معايا هاد الطرق ديال اليوم ان شاء الله غتجيب اقل حاجه 12. نبداو على بركه الله. اول حاجه اللي هي الريدين واللي هي قراءه النص. فاش كنبدا في اول حاجه كنقرا النص ماشي كنمشي كنطيح على النص نضيع فيه الوقت نبدا نقراه وعاد باش كنمشي للاسئله بحال شي واحد ماما كتسخرو سير جيب لي شي سخره كتقول لي شنو هي السخره، ماشي حتى كيمشي مول الحانوت كيقول لي بلا تمشي نرجع نسول ماما. يسي خصك تمشي تعرف الاسئله، تشوف شنو مطلوب منك بالضبط، تستخرج وتعرف، ومن بعد تمشي لهذوك الاسئله وداك الشيء اللي مطلوب منك تجبدو من النص. اوكي، اول حاجه كما قلنا نقراو الاسئله عاد باش نمشيو للنص باش نجبدو. هادشي كيختزل لك بزاف ديال الوقت. التكست اغلبيه الوقت كيكون شويه فوق الليفل ديالكم، وماشي بالضروره تفهم كل شيء، ولكن بالضروره تفهم السؤال و WH questions. شنو هما WH questions؟ هما كاع لي كيسيون اللي كيبداو بدو و اش. WH question اغلبيه اللي كتعطوكم في الاكزام هما هاد الخمسه. عندنا هنايا when كتعني time كتدل على الزمن. اوكي، where كتعني البليس المكان كتدل على المكان. what كتعني thing شيء. اوكي، علاش كنقولوا هاد الشيء؟ فاش كنسولك when مثلا when has the wedding started، امتى بدا الودين العرس، ديك الساعه غتشوف التايم، يعني غتشوف ليا الوقت في النص. فاش غتقلب غتلقى واحد تايم يا like this، ولا تايم زمن بحال هكا، ولا تايم فيه الوقت، ولا اي حاجه عندها علاقه مع الوقت. غادي هذاك هو الجواب اللي غنستخرجوه. الا كانت وير البديه ديال السؤال، مثلا في البديه تيقول لك وير، في البديه هنا كاينه وين، المهم في البديه ديال لك وير غادي تمشي تشوف ليا المكان. مثلا غايقول لك وير ديد اليكس ليف، فين عاش اليكس، يعني غتمشي فاش غتقلب غتلقى مثلا اليو اس اي عاش في ميريكان، ولا غتلقى كندا، غتلقى واحد البلاد بما انها وير يعني غتكون بليس كندا، ولا غتلقى تا سيتي شي مدينه ولا شارع، ولا مهم غتلقى واحد المكان. الى لقيتي وات غتعرف انه شيء، يعني خصك تستخرج واحد الشيء من هذاك النص. الى لقيتي هو في البدايه ديال شي سؤال وقال لك هو مثلا كيلز ماري، شكون هو الشخص اللي قتلها؟ هو في هذه الحاله غادي تكون على الشخص، هو كتدل على واحد الشخص، يعني في هذه الحاله غتعرف انك غتلقى واحد الاسم اغلبيه
for example Anna or whatever، غتلقى اسم بما ان السؤال هو who. الى لقيتي البديه ديال السؤال فيها why كتعني reason، سبب، يعني غتعرف انه في الاخر خصك تستخرج السبب، والاغلبيه في النص السبب كتلقى مكتوب حداه because، كيكون مكتوب هنايا شنو طرا، ومن بعد كتلقى because وكتلقى هذا السبب هنايا هو اللي كتشدو كتنقلو انت في الورقه. متفاهمين؟ هادو بالنسبه ل WH questions. في حاله كنمشيو جاوبتي على هاد WH question كيكونوا questions اخرين، كيجي كيقول لك true false، يعني صحيح خطا، وكيقول لك justify. ديما فاش يقول لك true false و justify غتبان لكم مقلوبه، ما خصكش غير تقول true ولا false، ولكن تقول السبب. ديما justify الا كانت صحيحه علاش، ولا كانت خاطئه علاش. مثلا هنا في السؤال قال لك guide dogs help visually impaired people to move easily، يعني هاد الاشخاص، هاد الكلاب اللي كتعاون الناس، اللي كتقيدي الناس. شوف الاغلبيه ديال الكلمات الا ما فهمتهمش حاول ترجعها للفرنش فرونسي. الفرنسي والانجلي راه بجوج لاتينيه كتسهل عليكم. عندنا هنايا visually فيزوال يعني بصري، وهنا guide dogs يعني الكلاب اللي كتقيديهم. help visually impaired people كتعاون الناس اللي عندهم visually، اللي عندهم مشكل في العين، الناس العميان. to move easily باش يتحركوا بسهولة. فهنا فاش غادي تمشي النص، الكلمات المفتاح هما guide dogs و visually impaired people، هما اللي غتقلب عليهم في النص. كما قلنا هاد جوج كلمات مفاتيح غنمشيو نقلبوا عليهم في النص. ها هو بقينا كنقراو مثلا بحال هكا في النص، غنجيو هنا هايا visually impaired people هاد الباراغراف وفيها dogs، اوكي فيها بجوج، وفيها كما قلنا هنايا dogs guided dogs. so غنبداو نقراو هنا visually people usually face problems كيواجهوا مشاكل using public transportation other service. luckily لحسن الحظ there are cans and guide dogs that to lead them around obstacles. luckily كاينين هاد الدوغز اللي كيعاونوهم على الobstacles. يعني هنا true ولا false فاش غادي نجيو help visually people يعني true وغتشد هاد الكلمه كما انزلت، غتحطها من هنايا حتى النقطه وسالينا. عندنا السؤال الثاني في the smart suitcase will be able to recognize people coming toward its users. يعني هاي عندنا users هو الكيورد، وعندنا smart suitcase. بالمناسبة في هذه الحالة فاش كنكونوا مثلا جاوبتي على السؤال الأول كان في الباراغراف الأولى، غالبية الوقت السؤال اللي تحت منه اللي هو السؤال الثاني غيكون في الباراغراف الثانية، وهكذا. مثلا السؤال اللي عندنا هنايا السؤال الأول كان في الباراغراف الثانية، يعني السؤال غيجي من بعد منه اللي هو السؤال الثاني الجواب ديالو كاين في الباراغراف الثالثة، والسؤال الثالث الجواب ديالو كاين في الباراغراف الرابعة. اوكي يعني كل باراغراف غتلقى فيها الجواب، داك السؤال اللي كيتليه هو نفس الباراغراف اللي كتليه من وراء. اوكي ما كتكونش نفس الباراغراف، كتكون تاليه. راح لكم كيفاش. كما قلنا هذا هو السؤال الثاني. فالسؤال الاول فاش كنا هنايا هو هذا جاوبنا عليه في الباراغراف الثانيه. دابا السؤال الثاني اللي كاين هنا الجواب ديالو هو هذا الباراغراف الثالثه. هنايا عندنا غتمشي تقلب غتلقى في هذه الحاله هاد سمارت سوت كيس واللي هما الحقائب المتطوره. قال لك غادي يكونوا عارفين الاشخاص ديالهم. فجينا هنا كنشوفوا حقائب متطوره سمارت سوت كيس، وكنقلبوا على اليوزرز ها هما. يعني غنقراو باراغراف من هنا لهنا. سمارت سوت كيس which has been inspired by a proposal قال لك هنايا they will be equipped غادي يكون فيهم sensor camera battery to detect obstacle و alert through tactile sensation. يعني قال لك هنايا they will notify its user غتقول على users if friends approach or if there are cafes through an audio system. واش كاين شي اصدقاء قربوا لها، يعني هادشي اللي غادي دير ماشي recognize people. so غندير false وغادي نكتب من هنا لهنايا. اوكي وهكذا بهاد السهوله.
كتكون واحد الحاجه ديما هي كتعاود على جوج ديال النقيطات اللي هي كيقول لك what the underline words and the text refer to. هاد refer to يعني كيقول لك على من كيعودوا هادو وكيكونوا كاتبين لكم بكولور ناصح في التكست وكيعاونك تعطيك الباراجراف فين جاو. اوكي هنا عندنا الاولى باراجراف 2. انا غادي نجي هنايا these ads يعني هاد المساعدات. هنايا غادي نجي نشوف كنقرا كنبدا تقريبا من النقطه ولا تقدر تبدا من الفاصله. عندي هنايا luckily there are cans and guide dogs. لحسن الحظ كاينين الكلاب المساعده to lead them اللي كتساعد هاد الفيجوالي هاد العميان to lead them around obstacles باش تعاونهم على الobstacles. these ads هذه المساعدات. هاد المساعدات هنايا على من كتعود هنا مساعدات اللي هما cans and guide dogs. اوكي cans and guide dogs هما اللي كيعاونوا هاد العميان. عندنا عاوتاني الثانيه ها هي the device باراجراف 6. غنجي هنايا باراجراف 6 ها هي the device فين مكتوبه ايوا قراي ليا the device هي الآلة. هنا قالك the smart suitcase will be used at airport وكتكملي القرايه فاش كتشوفي شنو هي الآلة اللي عندنا هنايا وهاي دايرينها في التصويره باش معاونكم هي the smart suitcase هي هاد الحقيبه المتطوره. فكتكتبي الحقيبه المتطوره the smart suitcase وهانتي ربحتي النقطه. فوالا هادشي ما كاين. هادو هو جهدي عليكم في الريدين. الاسئله اللي كيكونوا في الريدين بطريقه سهله كيفاش تجاوب عليهم. بالنسبه للجرامر توا كيكون عليه 15 نقطه. غادي نخلي لكم